توقعات لبس السبورة. العموم البطولة هذه بمسمى نصراوي إن شاء الله. بطولة آسيا نكهة نصراوية. نصر بإذن الله هو بطل هذه البطولة، لكن لازم نعطيكم التوقعات بكرة. مباريات صعبة صراحة، صعبة جدا، واختبار حقيقي للفريقين. مرحلة صعبة شوي، وآسيا مش بطولة طيب نرجع نذكركم بشكل سريع بس، وأنا محاسب على كلامي هذا، محاسب. النصر راح يكون بطل هذه النسخة. صراحة برا أتكلم، يعني شوفوا، مو بنرجسية ولا يعني شوفة نفس ولا غرور، لكن للأمانة ما في خصم في الشرق الأوسط. لذلك أنا قاعد أقول لكم مطالب أن نشارك في دوري أبطال أوروبا مطلب نصراوي صراحة الفترة القادمة. أنا قاعدين نقدم مستويات جبارة، عشان كذا أنا متفائل في هذه البطولة والله العظيم. أنا ما قد أقول كلام كذا، إيش تحسبوني أنا قد أبربرك؟ لا يا شيخ، كلام حقيقي مرة. هذه مختلف، كل شيء مختلف، كل شيء. فبطولة آسيا النسخة هذه أنا راهنكم، وأتحداكم إذا النصر ما جابها، يا أنا يا أنتم، يا أنا يا أنتم في المرحلة القادمة. واثق بعد مشيئة الله، ومرفوع الراس. النصر بيعيد لنا ذكريات كأس العالم عام 2000. طيب توقعات مباراة الهلال ونافخ بور والاتحاد وأجمك، افتتاح دوري أبطال آسيا. مباراة صعبة جدا للفريقين، واختبار حقيقي للفريقين. هذه البطولة بنكهة نصراوية وبمسمى النصر. الهلال نافخ بور، الاتحاد أجمك. حاسبوني بعد المباراة، أنا محاسب على كلامي ومحاسب على توقعاتي. الجميع سيثق والله العظيم، يعني كلام كثير صار يجيني. الهلال والله مباريات صعبة، لكن ما في شيء صعب علي، بس أجي لكم إياه على السريع. انتهت النقاط. ألف مبروك لكل مشجع هلالي عاقل على الانتصار على نفخ بور ب4 أهداف مقابل هدف. الاتحاد راح يتعادل مع أجمك للأسف. مباراة راح تكون. خلصنا من التوقعات. أنا في عندي تعليق بسيط على موضوع صراحة استفزني من أحد المتابعين اليوم، من جماهير نادي الأهلي. يعني أنتم عارفين كيف أنا إنسان أحب هذا الفريق، أحب الأهلي والله العظيم، قسما بالله وما حلفتوني بالله، والله يشهد على ما أقول إني أحب الأهلي، ولو ما في شيء اسمه نصر لكنت أهلاويا. استفزني تصريح لاعب مدافع نادي الأهلي، وتصريحها عادي ولكن استفزني أنا، لكن رديت عليه برد طبيعي جدا. وشوف أحد المتابعين أو أحد المتابعات يقول لا تستصغر ولا تستنقص من الأهلي ومدري إيش، ولا تخليني أغير رأيي فيك. لا يا شيخة، هذا اللي ناقص إني أخذ رأيي فيك ولا في أحد عشان أكمل حياتي. لا صراحة ما أقدر أكمل حياتي بدون ما تعطيني رأيك. يا الله أنا راح أتجنن صراحة. يعني الموضوع استفزني شوي. التصريح كان يقول له إن أيوة شفت تصريح لاعب الأهلي ما أدري إيش اسمه صراحة يعني، بس يقول إنه لاعبين النصر اللي هم ماني وكريستيانو وتاليسكا وبروزوفيتش يقول نفسهم نفس لاعبين الفتح والتعاون. طب الفتح فاز عليك، ب5. مصيبة، فضيحة، هذه فضيحة أصلا، فضيحة. لكن ما يهم، عادي، رأي وجهة نظر. وانا ايش قلت؟ نزلت صورة يا ابني والله العظيم ما قلت فيها شيء ما فيها. انا ما احب استنقص ولا احب، يمكن اطقطق صدق، انا احب الضحك، احب استهبل واضحك، يعني انزل اشياء كذا ضحك، بس اني يعني ترى ماني متعصب، ما احب اني استفز ولا استنقص ولا لا. فقلت النصر بطل العرب بيواجه بطل يلو، اخر بطولة حققها الاهلي اللي هي بطولة يلو، ما فيها اي كلمة غلط، هذه حقيقة يعني. ولا تنط علي وحده وانت ما ادري ايش وتستنقص فينا وما ترى شيء وراح نغير راي. ليه الله اكبر، وش انا قايل؟ طيب انت بطل يلو، ايش المشكله؟ عموم يعني صح اني احب الاهلي يعني واحب الفرق كلها، ما عندي ذاك التعصب، لكن لما يجي فريق يواجه النصر اكيد اني بكون مع النصر يعني صراحه، وبنطقطق ونضحك ايش تبغاني اقول؟ لكن استفزه بلتر وقرر ان يعاقب الجميع. في مباراة الأهلي والنصر الأخيرة قبل يهبط الأهلي
كان هدف تاليسكا هو عائق للنادي الأهلي، وكان سبب في هبوط الأهلي إلى دوري يلو، كان سبب في هبوط الأهلي. الآن قررنا أن نعاقب الأهلي من جديد، قررنا معاقبة الأهلي من جديد بعد عودته لدوري روشن. قررنا معاقبته بانتظار الأهلي يوم الجمعة. أنا أكثر إنسان متحمس لهذه المباراة، إن شاء الله نشوف مباراة حلوة، لكن أنا آسف جمهور الأهلي، راح تكون مباراة ثقيلة عليكم، راح يكون يوم للنسيان، راح تكون مباراة صعبة، راح يكون يوم نقدر نقول راح يكون يوم متعب، ويوم فيه يحمل الألم، ويوم يحمل التعب على الأهلي اللي هو يوم الجمعة مباراتنا مع الأهلي. صح بنكون مرهقين، عندنا بطولة آسيوية وعندنا بطولات وعندنا مباريات، لكن ما في مفر يا الأهلي، ما في مفر. لما تجي تشوف تاريخ المواجهات بين الفريقين، النصر يتفوق على الأهلي في كل شيء. الأهلي يتفوق، النصر يتفوق عفوا، يعني الأهلي له ماضي معانا. فيوم الجمعة لن نرحم، ما يهمنا لا الأهلي ولا الهلال ولا الاتحاد ولا غيره، همنا جلد وفوز 3 نقاط، ما نطالع يمين يسار تحت فوق، ما نطالع. فخطر عليك يا الأهلي، النصر خطر عليك، النصر خط أحمر عليك، النصر عائق بالنسبة لك، تستفز تعاقب تاخذ حق. من تتوقع الفريق اللي راح يقابل فريقك إذا تأهل النهائي؟ شوف يا علي، صراحة ما أدري، أتوقع أن النهائي راح يكون من الحين الغرب وين هي والشرق وين هي؟ غرب آسيا وشرق، احنا في الشرق ولا الغرب؟ شرق. راح نواجه فريق في غرب آسيا، لكن لما تجي تسألني تقول لي من الفريق اللي تتمنى تواجه في نصف النهائي، الاتحاد ولا الهلال؟ أنا أتمنى الهلال. ليش؟ لأن أسهل عليه الهلال يعني سهل عليه في المباريات اللي زي كذا، سواء نهائي مباراة يكون أسهل. فأتمنى مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري ابطال آسيا. أتمنى اللي يجي الله يحييه كلهم، أو ودي عصفورين في حجر، ودي نلعب معهم كلهم، نطلع ذا ونطلع ذا، لكن الله يحيي اللي يجي، وأتمنى الهلال.